ان شاء الله باذن الله هنعمل مع حضراتكم الجمال اللي انتوا شايفينه ده بطريقه سهله جدا وبسيطه يا جماعه. هنعمل معاكم الرز باللبن بالطعامه والشكل والجمال اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الرز عامل ازاي؟ شايفين اللمعه بتاعته؟ شوف رز كريمي، مفيش فيه بقى تكتلات نشا ولا شيء. كريمي خالص، ازاي تحس ان هو يا دوب ماسك نفسه ومش سايح ميه، يعني حاجه كده بسم الله ما شاء الله. شايفين اللمعه بتاعته والطعم؟ يعني مش قادر اوصفه لحضراتكم، حاجه ما تتوصفش. هنعمله مع بعض بطريقه سهله وبسيطه من البيت، يعني مش هنجيب حاجه كتيره من بره ولا شيء. انسوا بقى اي طريقه عرفتوها قبل كده واعتمدوا الطريقه الصح اللي احنا نعملها مع بعض دي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مطبخ نادر سليمان. ان شاء الله هنعمل مع حضراتكم طريقة عمل الرز باللبن بالطريقة الصح. انسوا بقى المحلات وانسوا اي حتة تانية، هي الطريقة الصح. هنعمل مع بعض كيلو لبن، ومعانا 100 جرام رز مصري، الرز بتاعنا، ومعانا حوالي 100 جرام سكر. ولكن يا جماعة السكر حسب بقى، دي أذواق. في اللي عايزه زيادة ممكن تحط كوباية كاملة، تحط كوباية وربع. في ناس تحب السكر كتير، السكر قليل، ده حاجة بتاعتكم يعني. ومعايا حوالي من 3 معالق صغيرة زي دي نشا، مدوبين في ربع كوباية مية زي ما انتوا شايفين كده. هنقلبهم في ربع كوباية المية. ومعايا ظرف فانيليا، ومعايا علبة قشطة 100 جرام زي ما انتوا شايفينها كده. ده علبة القشطة يا جماعة، علبة قشطة ب10 جنيه، دي لايت. دي القشطة اللي احنا هنستخدمها ان شاء الله معانا. ومعايا معلقتين صغيرين بودرة كريم شانتيه، بطريقة سهلة جدا وبسيطة، والخامات موجودة في كل بيت يا جماعة. يعني احنا مش هنكتر على حضراتكم. هنروح على النار، هنجيب الرز بتاعنا اللي هو ال100 جرام، هننزل بيها عليها من نفس الكاسة 3 كاسات مية، من نفس الكاسة اللي فيها الرز. بس الكاسة مليانة 150 ملي، يعني حوالي 450 ملي مية محطوطين على ال100 جرام رز. هنولع النار بتاعتنا وهنبدأ نقلب الرز عشان يشرب مع المية لحد الرز ما يغلي بالمية زي ما حضراتكم شايفين كده. هنبدأ نوطي النار على وسط، يعني مش هنوطيها قوي، هتبقى وسط، نخلي النار وسط. تشرب الرز، شرب المية. الرز طبعا استوى، بس مش عايزينه يستوى بدرجة 100% يا جماعة. هو استوى زي ما حضراتكم شايفين بدرجة 80 أو 90%. ال10% دي بقى عشان يستويها مع اللبن ويشرب من اللبن. يعني هي لها حكمة، يعني مش ان انا سبتها كده ممكن ازود شوية مية واخليه لمهر الرز، بس لا، انا عايز اسيب في حتة كده ان هي تاخد سوى اللبن معاه عشان الرز يشرب اللبن ويعطي طعم كده جميل كده وحلو. هنزل بكيلو اللبن وهم مقلب الرز مع اللبن بحيث ان الرز ما يرساش في ارضية الحلة، يتقلب كده يبقى عايم جوه اللبن كده عشان يشرب من اللبن كده ويبدأ يسوى الجزء اللي بقاله اللي هو 10% من التسوية مع اللبن، ياخد طعم اللبن كده. ابدا اقلب بس كده تقليبه، وابدا اعلي النار سنه لحد ما اللبن يغلي زي ما حضراتكم شايفين، وابدا اوطي النار للوسط تاني كده. الرز خلاص ما عادش هينزل تحت، ليه؟ خلاص الرز عام في اللبن. خلاص طالما عام في اللبن يبدا يشرب اللبن بقى ويبدا يستوي الجزء اللي باقي له ان شاء الله باذن الله. كده خلاص الرز باللبن اتقلب وبقى تمام. سيبناه حوالي، يعني الموضوع ده كله يا جماعة خد مع الرز بالمية حوالي 10 دقايق ولا ربع ساعة، ونزلنا باللبن خلى حوالي 3 4 دقايق لما شرب مع بعضه. بعد كده هننزل بالنشا، ال3 معالق نشا بربع كوباية مية، هننزل عليهم بمعلقتين صغيرين بودرة كريم شانتيه ونقلبهم مع بعض، النشا والبودرة مع بعض، عشان ما نحط ما فيش حاجة تتكتل، تبقى نازلة زي ما حضراتكم شايفين. ننزل بخط رفيع زي كده مع التقليب المستمر لحد ما ننزل بالكميه كلها، وبعد كده نقلبها تقلبتين ونسيبها تاخد غلوتين 3 كده لحد ما يبدا الخليط يخش في بعضه كده، والنشا طعمها يروح وتستوي كده مع اللبن زي ما حضراتكم شايفين. هما 3 معالق نشا صغيرين مع ربع كوبايه ميه ومعلقتين بودره كريم شانتيه. كده خلاص هننزل بعد ما غلي شويه واختلط الخليط مع بعضه. نزلنا بالسكر، السكر زي ما قلنا حسب كل شخص. في ناس بتحب السكر زياده ممكن تحط اكتر. انا حاطط 100 جرام، ممكن تحط 150. وبرضو بعد ما نحط السكر نقلب برضو كده تقليبتين، ياخد غلوتين كده عشان السكر يدوب في اللبن مع الخليط. زي ما حضراتكم شايفين كده بدأ يمسك شوية اهو، وبدأ الرز كده خلاص ال10% اللي كانت ناقصاه استوى. هننزل عليها بذرب الفانيليا وهنقلبها برضو تقليبة كده تاخد غلوة كمان عشان كله يخش في بعضه يا جماعة، يبقى كله كده خليط واحد زي ما حضراتكم شايفين كده. طريقة سهلة جدا وبسيطة، مفيش فيها أي افتكاسات ولا أي اختراعات ولا أي شيء، صح اللي احنا بنشتغل بيها في الفنادق وفي كل حته. هننزل بالقشطه بتاعتنا طبعا يا جماعه. لما نيجي نحط القشطه بقى ده في النهايه خالص، يا رب بتاخد ربع دقيقه وننزلها، ما بنسيبهاش كتير لانها مش قشطه وش اللبن، دي قشطه صناعيه يا جماعه.
هتاخد بس نص دقيقة بس كده بس تدوب مع الخليط. زي ما حضراتكم شايفين كده القوام بتاع الرز بلبن الصح. شايفين القوام عامل ازاي يا جماعة؟ الرز خلاص دخل في اللبن بقى رز بلبن. شوفوا القوام عامل ازاي، ده القوام الطبيعي بتاع الرز باللبن. هنبدأ ننزل من على النار، هناخد تقليبتين كده بالراحة، نطلع منه بس السخونية اللي بتاعة النار ديت. تقليبتين بس كده ونبدأ نعبي في البولات. ده يا جماعة يبرد في البولات، ما يبردش بره. يتعبى في البولة وهو سخن، ويفضل في البولة لحد ما يبرد. طريقة سهلة جدا، ونشتغل معاكم بطريقة سهلة جدا، ورز ناجح 100%. هتاكلوا رز بقشطة لبن، حاجة كده ما تتوصفش. ده كمية اللبن يا جماعة. خدت البولات زي ما انتم شايفين، البولات كبيرة شوية، فهم بسم الله ما شاء الله كمية كبيرة مش قليلة. عايزين تحطوا بقى مكسرات ده حسب رأيكم. انا بس هحط في بولة واحدة بس، لان احنا بنحبه من غير مكسرات. هنحط شوية جوز هندي ناعم، وعليهم شوية بندق مبشور. ممكن تحطوا اي مكسرات انتوا عايزينها، زبيب، اي شيء انتوا عايزينه، ده بتاعكم انتوا. زي ما انتم شايفين اللبن كده، رز بلبن بسم الله ما شاء الله، حاجة كده شكلها ما يتوصفش. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك والشير الجميل بتاعكم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.